يخالف هادي، ما يخالف، تحمل. انت تعرف مرات ضغوطات الحياة تأثر على نفسية المرأة. بعدين احنا كنا نعرف اللي عنده مريض كل البيت مريض. انا هم قلت هيك بالاول ست. المهم هي راحت البيت اهلها وما رجعت، يعني لا يوم ولا يومين ولا اسبوع ولا شهر، وكل ما اروح ما يعطوني اياها وما يرجعوها الي الا بشروط تعجيزيه. انا قلت ما الك مره يمنه، بنتي مو خدامه الك ولامك، سمعت له لا؟ ابو ندى عيني شويه اهدى على كيفك، خلينا نحكي هسه على كيفك. اني اقدر اعرف شنو طلباتكم بالضبط، حتى بلكي نقرب وجهات النظر ما بيناتهم ونحل المشكله. ليش تكبر؟ ست ما عندنا اي طلبات، يطلقها وانتهى الموضوع. انت شنو حكيك هذا يرضى بي الله؟ هم شنو طلباتهم؟ ست حاولت ارجعها مره مرتين 10 وما فاض. جيب عمامك وودع عمامك. توقع ست خيال ابوها راد يوقع لها على كمبياله 25 مليون حتى ما اسمعها كلمه، وانا كله خلق عامل يوميتي 25,000، يعني يوم اشتغل و10 قاعد. انتوا صدق تحجون؟ 25 مليون شنو؟ كمبياله شنو؟ ادري هو زواج له صفقه، انتوا شلون تفكرون باي طريقه؟ اذا القانون ما يجيب حق البنيه، ترى عندها عمام وخوال وعشيره، فما وفتايها يكفخ بيها على مزاجه لو شلون. واني من الاول قلت لك ما ارجع وياك اذا ما تشوف لي بيت لوحدي. وامي هي متزوجتك لو متزوجه امك؟ احنا كفيلين بامك يا اخي، وديها تعيش مع اخوك. امي مره كبيره ومعاقه، واخوي موظف ومرته موظفه وقاعدين طابق ثاني، يعني امي ما عندها غير بس انا اللي داريها. يا حبيبتي احنا كنا نعرف ونقول الما بي خير باهله ما له خير بالناس. وليش عيني؟ اني مو اهله، مو ام ابنه، بس لا عيني لا، لهنا وكافي. سنه كامله تحملتك، كلش كافي علي انت وامك. شوف لك صرفه حل، خلصني. ندى ترى الله يباوع، باكر جهالنا يشغلونا بالشارع ويتفلون على قبورنا. هذا الحكي كله ما له داعي يا اخي، شوف لك صوره حل. البنيه ترى معززه مكرمه عند اهلها. على فكره ترى القاضي ما راح يحكم لصالحكم، لان القضيه اساسا هي مو بمصلحتكم. يعني القاضي اول ما راح يشوفه راح يساله، راح يقول له عندك بيت معيش عائلتك، هو عنده بيت ومعيش عائلته ومتكفل بيهم كلهم، شنو طلباتكم انتم؟ تقول له يابا يشمر امه. يشمر امه بالشارع؟ امه منو؟ امه اللي جابته وربته وكبرته وتعبت عليه، ادري انت شلون تقبلها؟ يعني شنو القضيه مو بصالحنا؟ يعني اللي اريد اقوله من الاخير، اللي عندها رجال مثل هادي تشلب بيه وتحافظ عليه وتحمد الله وتشكره. بعدين انت لازم توقفين وياه، اعتبريها امك. احنا كنا نمر بظروف صعبه، وانت هادي عندك استعداد تنهي الموضوع؟ صراحه ست خيال انا ما عندي استعداد لا اطلق ولا اعوف امي. صح هي ندى مرتي وام بيتي وام ابني، بس هاي امي هاي روح من الدنيا، يعني الله مصليها. أنا من الأول قلت ما أقعد وياك بمحكمة، زين؟ بس قومي، راح تطلقها غصبا عليك، أو تخلي القانون يفيدك. يلا امشي قدامي، امشي غصبا عليك تطلقها.